في فيديو النهارده هخليك تقسم فلوسك صح وتخلي مرتبك يكفيك لاخر الشهر وتحوش منه كمان. جاهز؟ يلا نبدأ على طول. انا عارف دايما ان مرتبك مش بيكفيك لاخر الشهر ودايما بيخلص في اول 10 ايام وباقي الشهر بتقضيه يا سلف يا بتعيش جعان جدا. طب وليه؟ انا النهارده جاي اقول لك ازاي تخلي مرتبك يقعد معاك لاخر الشهر وكمان تحوش منه نسبة للشهر اللي بعده. اول حاجة، احسب دخلك ونفقاتك، احسب بتدخل كام وبتصرف قد ايه، وده اللي هيودينا للنقطة التانية وهي انك تعمل ميزانية. عملت ميزانية خلاص وحسبت انت بتدخل قد ايه، يلا بقى دخل لي نسبة كبيرة كويسة كده للحاجات الاساسية في حياتك زي فواتيرك، ايجارك، اكلك وشربك، وجزء لانبساطك وكمان جزء تحوشه. ايه ده يا سيف، انا هعمل ازاي كل ده؟ اقول لك على الهولي تراينجل والنسب اللي انت المفروض تحطها بالظبط لمرتبك الفيديو الجاي، فاتاكد انك عامل سبسكرايب للقناه ومتابعني عشان يوصلك كل جديد. تالت حاجه، حط اهداف على المدى الطويل واهداف على المدى القصير. تحويشك هيكون نوعين، نوع انا بحوش فيه لحاجه انا عايزها بعد فتره قصيره شهرين ل3 شهور، ونوع انا بحوش له لمدى بعيد وده غالبا بيكون الاستثمار او ان انت تشتري حاجه كبيره. النوع الاولاني ما ينفعش يعدي 15% من دخلك، لكن النوع الثاني لازم يكون على الاقل 20% من دخلك. رابع نقطه معانا، لازم تراقب فلوسك رايحه فين. لازم تصحى كل يوم الصبح تفتح الابليكيشن بتاع الفلوس بتاعك او البنك بتاعك وتحسب انت معاك كام النهارده، الشهاده بتاعتك جابت لك فايده كام، استثمارك في برامج زي ثاندر جابت لك كام لحد النهارده، او مثلا نازل خروجه لازم تعرف انت هتصرف قد ايه، هتدفع مواصلات قد ايه رايح ومواصلات قد ايه جاي، وهتصرف في الخروجه كام. ما ينفعش تنزل وهي عايمه عشان هترجع والمحفظه فاضيه. عارف ال 200 جنيه اللي بتاخدها احتياطي دي عشان لو حصل اي حاجه؟ هي دي الفكره اللي انا بتكلم فيها. خامس حاجه، اعمل جزء من مرتبك للحالات الطارئه. افرض مثلا دراعك اتكسر، افرض مثلا رحت مستشفى، افرض مثلا عربيتك اتخبطت، كل ده مش هيحتاج فلوس؟ لا هيحتاج فلوس جامد، فعشان كده لازم تحوش. مناسبه اقل تشيك للمستشفى دلوقتي بقى 100,000 جنيه، فانت لازم تحوش حبه حلوين. سادس نقطه، استثمر في المستقبل. خلاص بقى انت حوشت وبقى معاك داتا كويسه او معاك بادجت كويسه، نرجع هنا بقى لحاجه اسمها الاستثمار او الانفستمنت. عندك مثلا استثمار للاسهم زي سايتس زي باينانس او برنامج كابيتال، تقدر منهم تشتري الاسهم عادي وتبيعها لو عايز. طرق تانية برامج مثلا زي ثاندر، هنا بيبقى عندك اكسسبيلتي ان انت تستثمر في كل الشركات المصريه وكمان تستثمر في الذهب والفضه. الارباح حتى لو قليله بس اسمك بتدخل ارباح وانت نايم، ونسبه على نسبه على نسبه على نسبه هتلاقي نفسك عملت رقم كبير مع الوقت. لازم تصبر، اللي بيجي بسرعه بيروح بسرعه، فاصبر. وكده نبقى وصلنا لاخر الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، ولو عندك اي نصيحه ليا او نصيحه لينا ولاخواتك اللي بيتفرجوا معانا اكتب لنا تحت في الكومنتات عشان نستفيد كلنا. عايزك دايما شغال على نفسك عشان نفسك، وتستثمر في جسمك وفي عقلك عشان المستقبل محتاج ناس تقيله. اشوفكم الحلقه الجايه.